زي المرجحة وضحته فوق. والله لقطة ما تتفوت، والله ما تتفوت. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فوق مين يا عم؟ مين اللي فوق؟ انا فوق وانا فوق وهو تحت. بس ما ارجعوا كده عشان انتوا طول قوي. والله انا فوق وهو تحت. مش ده تحت؟ فوقيك. باين. اقفوا جنب بعض كده نشوف مين الطويل ومين القصير. لا انت الصغير. والله واقف على، بص واقف على طراطيف صوابعه. انا صح ولا لا؟ مين بقى في الكاميرا؟ طابور الصباح. يلا يلا نحيي العلم. وقفي كده. استني بس اعملوا الاثنين مع بعض كده. قولوا ما شاء الله ما شاء الله. انا حطيت لهم الصوره فاكره المره اللي فاتت كانت هنا داخله اولى ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. نفس الحديثه. الله يحميكم يا اولادي من العين. طبعا النهارده الجمعه يوم مش عادي. ايوه والنهارده عامله لكم مفاجاه مش طبيعيه. انت لازم تشرحي من نفسك، لا في لايف ساكت ولا في بيت عادي. ايه يا اخي؟ بيدقني الفرحه. بيعمل ايه؟ بيدقني الفرحه. بيدقني الضغط. مش هنا المهم بس يلا عاملين لنا اكل ايه؟ منغنغ. هو منغنغ من جهه منغنغ. لا مش متوقع. فهنغنغ. انا اخر مره توقعت ساعه لما كنا في الروتين بتاخد على نفسه صينيه بطاطس وبيض وجبنه. انا فقدت الامل خلاص فيك. انا فقدت الشغف. ليه النهارده هتلاقي عدس بجبه في الاخر. ليه كل التوقعات عادي دي. بص كل البيوت المصريه علشان خاطر المدارس معروف ان ايام القحط جت خلاص، فده طبيعي. النهارده الجمعه. ده طبيعي. النهارده الجمعه. الناس بتطبخ يا الخميس يا الجمعه. احنا ما بنطبخش الخميس. يبقى في اكله منغنغه النهارده. تمام. وقلنا كده في اللايف امبارح. تمام. يبقى كده النهارده في ايه؟ اكل منغنغ. تمام. يبقى متنغنغ. كوارع، محشي، ورق عنب، باميه، ممكن سي فود، ملوخيه. بقول لك ايه، الجعان بيحلم بسوق العيش. احلموا حبايب قلبي يلا ولا يهمكم. سي فود انت كنت قايله. والله لا اسيبكم تحلموا براحتكم. وسمك برضه كنت انت تعمل لنا سمك. سمك وسي فود. وسي فود. استغفر الله العظيم. حرام. يا وصيت لي كده. في المحرمات. استغفر الله العظيم. محشي. ايه ولا كان بودي. كوارع. في حاجة بيطلبوها منكم في اللايف. في حاجة بيطلبوها منكم في اللايف. في حاجة بيطلبوا محشي منغنغ. بيطلبوا كوارع. هو المنغنغ جاي. المنغنغ جاي. والنهارده منغنغ برضو بس بطريقة تانية. المنغنغ بتاع النهارده بقى يا ولاد مطلوب من مين؟ من عبد الله. يا اختي اسم الله عليه. يا اختي اسم الله عليه. يكون بطاطس ولا ايه فيه؟ مش انا قلت لكم بقى بالنغنغه بتاعتها. بس مش انا قلت لكم، بس عشان ما تفضحوناش قدام الجيران. مش انا قلت لكم ان احنا في ايام الدراسه وايام الفقر جت. لا ايام الدراسه المفروض بس مش هحرمكم والله ما هحرمكم. والله ما هي اسمها ايه؟ كنا بنتمرن. اسمها ايه؟ كنا بنتمرن دلوقتي كده. اسمها ايه بس قول انجز. تشيكن وانجز. اللي انت بتعملها؟ ايه؟ فاكر اخر مره ماشي مش منكم بجد هم طالبينها بالحاح كبير في اللايف بجد. المهم ان المفروض نختصر بقى كده. انا طول الاسبوع شقيانه عليكم طول الاسبوع. فيوم في الاسبوع بس هو كده عندكم اجازه جمعه وسبت. خارج علي عنده السبت. وبيني كده عبد الله عنده السبت. هي تومي واخده اجازه يوم السبت. تومي بس عادي ملحوقه يا ولاد. الجمعه دي عليكم. الجمعه جايه عليكي؟ هتقسمي؟ معلش عشان انا تعبت بجد الاسبوع ده. علي تنكر ان انا لفيت معاك. تومي تنكر ان انا لفيت معاكي. عبد الله تنكر ان انا لسه ما لفتش معاك. هو ينكر. انت بتنكر عادي. الشمس. والله تعبت جدا. فيلا انا رتبت الدنيا هنا اهو. الشقه مرتباها وزي الفل. خشوا بقى دهولوا لي المطبخ. يلا بينا. الكاميرا نشوف الكاميرا اهو. مين اللي بيروق فعلا ومين اللي بيبهدل. ايوه اسم الله عليكم. الكاميرا. انا اسمع عن بهدلاتي اصلا. ماشي يا عم بهدلاتي يلا. انا بتبهدل يلا. هو انا بحب لي وجع القلب. انا خلاص ادمنت. مش هستنى اقول انتوا وسختوا لي المطبخ ولا بهدلتوا الدنيا. انا خلاص رضيت بالامر الواقع بالظبط كده. في مقابل ان انا ارتاح ساعتين. مش هتبهدل ظلمك تاني. ما تغنيش
نو غنى. انا المطبخ فيس غنى. يلا 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 يلا. اللعب من غير غنى. بقول لك ايه انا منضفاها لك ومحضرها لك ومخلي لك الدنيا ايه ولا يا ولا قشطه ولا يا ولا. يلا نخش نبادر الدنيا كلها. يلا بيو بيو بيو. شوف بص، متبلاها لك بقى بالخل والليمون فقط لا غير. انا غسلاها وحاطه كل حاجه ايه ومظبطاها. بهاراتك بقى لا خد. انت مستخبي فين؟ تعالى انا اتحرشت. بخ مين؟ تعالى. انا اتحرشت وراها هنا في دي مطلوبه منك مش مني. انا اتحرشت والله. ماليش دعوه. استخبى منه عشان ما ماليش دعوه. انا فاهم الدماغ دي كويس. بص انت تعمل التشيكن وينجز بتاعك ده، وانت تعمل الرز، وانا ايه ده؟ انا ثواني انا اعمل السلطه وانا في حاجه في النص غلط. ايه اللي يكون بتاعت الرز؟ انت بتاعت الرز. انا مش بتاعت الرز. انا مش بتاعت حاجه النهارده. انا مش هعمل رزاز. انا هعمل السلطه يوم وانت اعملي الرز. اتفقنا؟ لا اتفقنا. خلاص فاطمه يلا زي بعض. هي ليه بقى؟ بص انا هقول لك شبه الرز اهو. بس اسكت سيب البنت في حالها. ليه بقى السلطه؟ لا انت ليه؟ عشان انت بتاكل نص الخضار بتاعها، والصراحه القوطه غاليه والخضار غالي. صح. فانا مش هسيبك تاكل نص الخضار. صح. بص انا كنت بجيب طبق الخضار طبق كبير. بص تسخط ازاي فنلم نفسنا. ما يغلاش عليا برضه. لا يغلى حبيبي. انت رخيص اصلا. لا يغلى. انا الخضار عيب عليك. ما هو لو خلص هنزلك تجيب غيره. هو مش هينفع. واحنا في اخر الشهر المفروض ودخلت مدارس. احنا في حاله القحط. رست بينا على نغنغه تشيكن وينجز. احمد ربنا بكره يبقى النغنغه من ساعه ما المدرسه فتحت وانت مقضيها ايه؟ طوطس فول بيض الحاجات اللذيذه الحلوه الحرشه. النغنغه انت زرار في النغنغه الجمعه اللي جايه هيبقى طاجن فول بالسمنه والزبده منغنغ طاسه كده. والله حلو. نعمه وفضل ونعمه. الحمد لله. عادي. مهم الدراسه العلم ولا كرشك؟ اتفضل رد. كرش. كنت منتظره منكم ذلك. انا لو ما غذيتش كرشي مش هتفكر. لا العلم اهم. بيقول لك العقل السليم في الجسم السليم. هجيب جسم سليم ازاي من غير ما املى كرشي؟ طب يلا يا بنتي نخرج انا وانت نعمل السلطه ونسيبهم معاك كرشي. انا هعمل السلطه. لا بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بقى من نفسك. يلا بقى عشان انا بجد جعانه دلوقتي كده يا اخويا. بص يا ماي براذرز، امك عملت ايه في الاجنحه؟ قالت هي حطت خل وليمون. هل ده بيكفي؟ هي مجرد نظفتها بس، فده مش هيعطلنا ولا يعطلك ولا ايه يعصبك. فاحنا نعمل ايه بقى؟ هي مجرد حطت اللمسه بس. الطعم ده بيبقى نفس، ده بيبقى حاجه خارجه من انسان. يا ابني بس انت اسكت. انت مش فاهم حاجه. فاحنا نعمل ايه دلوقتي؟ جبت كل البطرمانات اللي في البتاع. ايه مش بكترهم يا ابني. قلت لك ايه بقى؟ الاكل ده عباره عن ايه؟ عن ايه؟ نفس يا معفن. قول حاحه كده. حاحه. يا راجل رد بقى. احنا كده نشيل الليمون معانا. هنسمي الله. نحط معانا ايه؟ السحر، المرقه السحريه بتاعت امي الجميله اللي هي بتحطها على الرز. انا اكتشفت ان دي بتخلي الاكل طعمه حلو، فنحط منها على قد ما نقدر. نحط منها على اي حاجه. شاي سكر نسكافيه اي حاجه تحل الطعم. ونيجي بعدها ده ايه ده؟ هو ريحته فيها كذا نوع بهارات في بعض، فده كده شكلها مشكل. انت بتعرف تفرق البهارات من الريحه؟ يا جدع. فنسمي الله ونحط كده معلقه. حسب مش كفايه فنحط واحده كمان عشان تبقى مبهره، عشان تبقى ايه؟ ده مشكل. اوكي. احنا هنحط المشكل بس هنكتفي بالمشكل؟ لا طبعا لازم نحط معاه ايه؟ شويه شطه زمر وحوحه، حبه بسيطه كده ايه؟ وربع معلقه. نكتفي بهذا القدر. بطرمان فاضي معرفش فيه اخر حبه اهو، نحطهم برده ما يضرش. عادي الاكل ايه غير غبي مثلا. شويه فلفل اسود عشان احنا بنحب الفلفل الاسود. نحط قد معلقه كده مثلا. ده 2 بقى. لا معلقه بيكفي عشان في بهارات مشكله. انت عايز تبوظ لي الخلطه ولا ايه؟ طب انت جايب هاني ليه؟ مين هاني ده؟ عسل. عشان الشط تبقى معسله كده. معسله؟ يلا كمل يا معسل. قرفه. حط معلقه. ده ايه؟ ده جنزبيل برضو اخر حبه ما يضرش. ده كمون وماله يعني. حط برضو البهارات يا امي. حط منه حبه كده. هو ايه الكمون لونه مخضر كده؟ انا خلصت يا روحي. ده مش الاكل. ده ايه ده؟ ده زعفران. حلو البتاع ده بجد والله غالي قوي. ده بتتعامل منه بالواحده. ما احطش حبه؟ حط كام واحده؟ 3. بتتعامل بالواحده
بتاع فاهم بالجرام. كنت افضي حبه كده معلقه. لا ما احطش معلقه يا زعفران. عم انت ايه يا عم، بقول لك بتعمل زي البتاع بتقول لي مش عارف ايه. نحط 3 على السنه. اي حاجه غاليه، اي حاجه غاليه اعملها معامله السنه، نحط 3. نكتفي بهذا القدر. لا نديله بقى ايه؟ عسعله اسعاله عشان يبقى معسل. عشان البهارات نكسر بقى ايه سم البهارات بالعسل كتير قوي كده. لان عشان تبقى جوسي وكريسبي في نفس الوقت. كريسبي عشان تقرمش، وجوسي عشان تبقى من جوه طريه ملزلزه كده متنغنغه. هل نكتفي بهذا القدر؟ لا طبعا. توت زيت بقى ايه ليه؟ لزوم اللمعه. لا طبعا انت بتجيب حاجات ما جاتش. اسال امك يا عم، لو مش مصدقني راجع ورايا. انا كل كلامي مدروس من علماء. عيب عليك يا عم. انا كل كلامي من علماء. والله عليك. هو بص علماء اهي. هو الفكره كنت اجيب جلافز بس مش عارف الاقيه، فنلبس كيسه حلوه كده. لسه مضيع في وقت. نشيل المعلقه نصفيها من البهارات ونسمي الله. اهم حاجه ايه؟ بص بقى، نسمي الله وانت بتقلب تديها النفس بتاعك بقى ما تفتش فيها، بص ايدك الواحد بيقرا كده من بعيد، عشان النفس كتره ممكن يبقى حاجه ما بتزيد عن حدها بتبقى مره بتمرر، فاهم؟ فبسم الله الرحمن الرحيم، بركه بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونقعد بقى ايه نشربها كده. فعصه على قد ما تفعص. ليه بقى نفعصها كده؟ عشان يبقى كل الفراخ بالانسجه شاربه من التتبيله. فعصه برضه بعد الفعصه ربع ساعه بنفعص لحد ما خلاص البتاعه يعني بقت منهكه. نعمل ايه بقى؟ نتك عليها كده. ليه التكتكه دي؟ ليه؟ دي انت بتعصرها من الماء اللي فيها وبتخلي الانسجه ايه؟ شاربه من البهارات. مش عارف مين اللي قال لك الكلام ده بس ليه؟ يا ابني كله مدروس يا ابني. انت مدروس ايه؟ فكده نعمل ايه بقى؟ نفتح الكيس بتاعنا ده كده. ليه؟ هقول لك دلوقتي. ونغطيها ونسيبها في التلاجة على حوالي يوم ونص، ونيجي بكره ان شاء الله احنا ناكلها. عايزين ناكل دلوقتي. هو المفروض علميا يوم ونص. لا علميا تتساب 3-4 ساعات. عمليا احنا هنسيبها نص ساعه عشان جعانين. بس اهم حاجه نحطها في الفريزر او في التلاجة تسقع، عشان لو اتعملت وهي كده هتستوي بسرعه. فاحنا عايزينها تسقع الاول تبقى متلجه عشان نحطها في الاير فراير تفك التلج وبعدين تستوي. اوكي برازر. فهمتوا جايز؟ فاحنا كده انا مهمتي انتهت، نسيبها تتبل وتاخد وتدي بشكل ودي. ايه ده؟ ايه؟ خلصنا وانت لسه بتعمل احنا خلصنا التتبيله والفراخ واستوت وكلناها وخلصت وانت لسه بتعملي في شويه السلطه. احنا نستقبل. ايه ده؟ انت من الناس العبره اللي بتعمل على البلانشه؟ الحال ليس كما يبدو. عايز تقول لك انا وانا وهي هو هي في الاخر عامله الاخر مش عايزه تخلص. تحفه اللهم بارك. امي انا عايز اقول لك ان عبد الله خلص لك الزعفران. حط إيه؟ معلقه كامله في البتاع. انت عارف الزعفران ده بكام؟ عمال اقول له بتعمل معامله الدهب، ده حط معلقه. ده بالجرام يا حبيبي. شو زعفران؟ شو زعفران؟ انت بتهزر، واصلا الكميه كتير مش تبقى حلو، مش ألذ حاجه. شو زعفران؟ اللي ما بترضوش تشربه في العصير. هفهمك. مش بقول لك دايما الغالي ثمنه فيه؟ اه فاي حاجه غاليه بتدي طعم حلو للاكل. ده هو غبي، ايوه. استاذ غبي. فانا حطيت معلقه منه، قصدي حطيت واحده منه، واحده بس كان بيكفي. حط 3 على السنه. واحده. يا شيخ 3 معالق على السن 3 معلقه على السنه عشان يخلص طعم. انت عارفه كانت مليانه لحد فين؟ عارفه كانت مليانه لحد فين؟ عارفه كانت مليانه لحد فين؟ معايرها انا جوه معلمها لحد فين؟ معلماها. انا عارفه ان هو بيستهبل. هو بيعشق حاجه اسمها بهارات بجد، وده غلط يعني مش بكتره. انا بالنسبه لي بحب الحاجه مظبوطه جدا. وانت يا علي مأيدني في الموضوع ده ولا لا؟ بذمتك مش بتاكل الحاجه من ايده البهارات كتير؟ لحد فين يعني؟ عارفه متاكده؟ عارف. هو بصي ما خدتش كتير. يا لهوي السكينه هتعورك يا حبيبتي. انت بتهزر. سيب السكينه، انت بتهزر. تعور المهم الزعفران. انت بتهزر صح؟ ايش في الصندوق؟ ايش في الصندوق ايه؟ العلبه دي كانت مليانه كده. خد معلقه زي ما انا ما قلت لك. خد نصها. انا هلطم. تومي يا امي. ما انا اللي غلطانه. انا اللي بدخله المطبخ ليه؟ النفس انت مش فاهمه. لازم نعمل في الاكل عشان يطلع حلو. طب انت اللي بتتكلم. انت لا حاجه سمعت صوتك بس بتقع بس. هنهزر مع بعض. هتضربي؟ انا كبرت على الضرب. والله هقلع واصوت والم عليكم الناس. تحفه الله. تحفه اللهم بارك. بس الجزر اللي انت عاملاه. لا ده انا اشيل السلطه عشان انا بجد شايفه ان هو بيستهبل، وفعلا لا بيعتقوا الاخضر ولا يابس. وحبيبي على بالي بس روحي. هحاول يخلص دلوقتي. انا عملت ده. ايه ده بقى؟ غسلت الارز ها؟ وقطعت البصل. بتعرف تقطع؟
انت عشان كده رميت نص البصلايه. عيب عليك. ما شاء الله عليك. عيب عليك. ما شاء الله عليك. اعمل ايه بقى بعد كده؟ لا احنا مش عايزين تلبك معوي. أعمل إيه؟ انا اللي بعرف اعمل الرز انسحبت. انا اللي بعرف اعمل رز يلا عمك. وبعمله معوج ومعجن. معوج؟ اه ازاي انا ومعوج ومعجن ومبشنن وامك اللي تقول الحاجات دي بعمله كده. أنا إزاي؟ انزعجت انا مش زيك. خلاص، انا فشكلت خلاص، قلت انا لا. بس كده على مامتي. ابي انا عايز معايا جوه، انا عملت كل حاجه، انا عايز ابص على بس بس تحط الميه الحاجات البسيطه. الميه بس. كل حاجه عملتها. الطعم. رمي انت الحاجات دي بس، كفايه كده بقى، كفايه. انا على جوه. مش انت ناقصك الطعم بس، شويه البهارات بس بتزعلوا لما بقول بياكل الاخضر واليابس كده بس. صوت النار بس. خد هو ده اللي ناقص. هيحل بقى. هات جوه. هديك قفا، تعرفي والله هديك قفا. امي جربي حظك، أمال. جربي حظك. انا سكت لك كتير وهم شاهدين في اللايف ان انا سكت لك كلمه كمان وهفرد الحزام. حاضر يا ابني حاضر. ايوه كده. احترمي نفسك. اظن الرساله وصلت. يلا. اعمل ايه بقى؟ ايه يعني الحوض ده؟ اعمل ايه؟ ده كل ده عشان تقشر. بصي قشر البصل عمل ايه؟ كان نصها قشرت البصله ورمى نصها وغسلت الرز. ورمى نص برضه. اهم ايوه حاجتين انت مش تاني. قلت انك عملت الرز؟ غسلت الرز مش عملت الرز. تبهير بس، ناقص البهارات كده هو فين الرز؟ في الطبق. عادي بقى يلا، الصغيره دي الطراطيف دي انت عارفاها بقى، يلا. هتولعي على النار وتحطي زيت حاجات بتاعت الاطفال. وتشوحي المبتدئين بقى. وتبهري وبس. تظبطي الميه بس. حاجات ده المبتدئين. حتى ما هنش عليه يجيب معلقه الرز، والله ما هن عليه يجيب معلقه الرز. هو انا ايه اللي هتقلبي خلاني ايه الحله فاضيه؟ استنى. قول لي انا ايه اللي خلاني انشك في لساني؟ ايه اللي خلاني انشكيت في لساني؟ تصدق لا تنفع مطلع اغنيه؟ انت كمان ما نقيتش الرز. انا لسه فاكر دلوقتي ان هو بيتنقى. وانا ايه اللي خلاني انشكيت في لساني؟ بسم الله. يا جدعان شويه رز، يا جدعان انتوا كلكم بتعرفوا تعملوا رز يعني. تحطي زيت شويه زيت، بس، حته سمن، حته سمن بسم الله. بيخرفش. اللي هو في الاسنان. بياكل الرز ني. لسه مسيحه شويه سمنه ولا بياكل الرز ني. ولا يا ولا ولا ايه دلوقتي؟ ايه يا ولا يخرب بيت. ما كانش حاجه. ما تحلفش بالله تتحرق. الرحمن الرحيم. حته سمن، حته سمن مش سمنه. السمنه ديت للناس الجهله، انما دي اسمها سمنه. الرز رز بالسمنه الفلاحي. بلدي. بالسمنه البلدي. كمان الترند غلط. ده انهي واحد ده؟ عشان مش متابع. ده كده عشان انا بحب اتفرج عليه ومش حافظاه. المشكله انا ما عنديش تيك توك اتفرج على الترندات دي. خليك انت. اخر حاجه واقف ده بتاع هو ده بقى. ممكن توقع. هعمل لكم اوعى. اخر حاجه مستحضراني اللي هو واقف عندها بتاع. هعمل شويه رز بقى. انا هاكل بقى. الرز بقى ده السمنه بقى. ده اجدد. ده انا عارف انه اللايفات. انا عايزه اقول لكم ان هو مش ناقي الرز، عارفين هو مش ناقي الرز. ليه عايز تعمل كده؟ نحط الرز بقى بس نقيه واحنا بنحط. وننقي الرز بقى. فين المقص؟ مش لازم. والله ما نتعب بلدي اتفقنا. ونحط الرز بقى. السمنه البلدي. فاهم ريحه السمنه البلدي؟ غدانا يا اخوات. غدانا. ايه ده؟ فاطمه ما شاء الله عليها فوري واحد معانا في البيت. انا زعطاكم. سكه زعطانه. ماشي يا عبد الله حاضر. مكعب مرقه. مكعب مرقه بقى. احنا بنغني على التيك توك. فوري ايه يا اخواتي عارفه. انا عايز مكعب مرقه اكله كده. انت حط لسانك جوه بقك. بحبه مع الاندومي. البصلايه الكل اللي علق وقال لي ايه البصلايه ليه؟ اهي. قولي لهم بقى ليه بتبقى مسلوقه. قول لهم قول له بتمتص السموم اللي في الاكل. هات علبه ورق اللورا. خد اتكلم عن اللوكش عليها. قول له البصلايه دي بقى بتمتص. احنا بنتخانق عليها. طلع طعم البصل من غير ما يكون في الرز نفسه بصل. ايه الغباء ده؟ لو بتمتص السموم احنا بناكل البصلات احنا بناكل السموم تاني. لا صح. انا بتطلع طعم. لا هي تقصد ايه؟ يبقى الرز بالبصل بس من غير بصل. هي بصلايه واحده في النص من غير ما تتقطع. دي بقى فكره للناس اللي ما بتحبش البصل. طب الناس تقول لي ايه؟ احنا ما بنحبش البصل. ما هي الفكره اصلا في كده. الرز من غير بصل بس متطعم مش بنحب بالبصل. البصل، بس البصلايه هتفضل سليمه اهي. تعليمي. نروح احنا مقسمينها. ده تعليم. انا اصحى بنتي يا قشه. بتسكر الاكل. نشوح بقى الرز. بتبصل عشان الأكل. دي رز كده مسكر ومفلفل نشوحه شويه كده في السمنه. امي مش اسمها بتبصل الاكل. ايه؟ مش اسمها بتبصل يعني الاكل. بتدي نكهه طعم البصل. طعم البصل اهو يبقى بتبصله. اجيب لك حبهان. مستكه لا ولا ورق لورا. ورقه لورا كده اهي. بس ايه انقي اللي على النور واشيل الزيادات.
طعمه تخليه ايه؟ هتخلي برضو رز بطعم الورق اللورا. ولا على ايه؟ اجيب لك ولا تخليك باظت. هما اللايفات هما اللي بوظوكي. ولا واديله ادي يا ام عبده. ايوه البت اسمها ايه؟ البت هي البت هي اللي بتقولها. انهي واحده فيهم بقى؟ البت اللي معانا في اللايف. هي بنت واحده معانا في اللايف كله. طلع بكذا وش معلش. نسيت بقى اهم حاجه. لا لسه بتشوح. نسيت اهم حاجه الدوائر بس اللي تتعلم التركات ولا لا. شيلي فيه حاجه نفس فيها تقريبا. بتتعلم التركات ولا لا؟ عيب عليك، انا كله في الذاكره هنا ولا انا متعلم، بس انا سايبك انت تجتهد عشان اعرف انت بتقولي صح ولا غلط. بالظبط، انا بشوفك بس. يختبري هاو شاو سوسيتو مامي هون يوشو. انتوا كلكم ما شاء الله عليكم ترندات النهارده. شويه نيها مرقه بيضه او ملح ابيض او ملح صيني ايا ولابس سينو بقى. او مرقه رز، اسمها مرقه رز. شويه مرقه رز يعني زي ما تحبي. وليس العطار في منها اكياس ومنها سايبه. انا عن نفسي بنحب بفضل السايبه. ليه؟ ما مش تقول السبب ليه بقى؟ بتبقى كتير. مبروك. ماشي يا مبروك. وارخص. وارخص. بالظبط كده. هجيب كيس ب 2 جنيه عامل زي مرقه الدجاج بقى وصل ل 5 جنيه اهو. يا دوبك بيكفي مرتين الرز. خلاص بتاعك. يوشو. بص الرز كده لازق في بعضه، ما تخافوش كده يعني يتحمص اهو. ننزل بقى تحمص؟ بالايه؟ بالوتر. انت فاهم على فكره، انت كويس. ووتر. انت كده انت كويس على عيب فكره. عليك يا ابني. كده انت اثبتت لي ان انت عارف تريكات الرز اللي طلع مظبوط، بس انت سايبها تختبر عيب ذكائها. عليك يا ابني والله. عيب عليك. اما ده كان اختبار ليك يا مهي. شوف بقى نحط بص كميه كده الرز البصلايه. بص البصلايه اهي سليمه زي ما هي. بسم الله. قد يا مجرم. يعني امي الوحيده في مصر وفي الوطن العربي كله وفي العالم كله اللي بتعمل للرز شوربه، وشوربتها بتتشرب. والله بتعمل للرز شوربه مسكره. رز عادي شوربه اللي هي. انتوا عارفين ايه رز بشوربه؟ دي اسمها شوربه رز. والله كل مره احط ازاي عشان بقعد اشربها. بس هو كده كفايه قوي 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 قوي. وصاحب المقوله دي علي. صح يا علي؟ تدفنها هنا كده في النص كده عشان تبقى ايه؟ مدفونه. لا اصبر انا لسه ما شربتش. بقول الله. لا مش مهم تشرب. لا والله بشرب، ده اهم حاجه في الرز كله. شربني انا كمان. اهو لا بالدور. لو كده هيقللوا ميه الغدا بسرعه. بالدور الله يامي يامي. مخمسين الثلاثه في مجرفه واحده. يلا دينا عملت لك الرز يغلي وطي عليه. في حاجه تاني؟ اغلي وقت. انا اللي عملت الاكل. شاطر. انا اللي عملت الاكل. بجد يلا شاطر. اطلع بره. بجد يا امي. شفت ليه روح؟ دي بقى ايه دور الفراخ. ايه؟ لا خد. هختبرك شوف تعرفي تعمليها ولا لا. هختبرك المايك بتاعك. والصوص. صوص انت. الصوص. يلا خد مايكك. هاتي مايكي. اطلع بره. حاضر. باي. باي سلام عليكم. طبعا يا جدعان بعد ما اتدبست. طبعا الحوض انا اللي لقيت عليه القشر ده. مش انا اللي عامله. مش انا. المنظر ده. مش انا. مين اللي عمل الرز؟ انت. انت. طبعا. ما طلعتي بره. كده بعد ما اتدبست فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنشيل الفراخ الجميله بتاعتنا ديت، نسمي الله كده زي ما هي كده ببهاراتها بتوابلها بكل حاجه، ونحطها في الاير فراير. انزل يا متدلع كده. ونروح بقى نحطها في الاير فراير على درجه حراره 200 على 20 دقيقه. على 20 ايه؟ اجي اهو فراخ. بس كده نسيبها. نعمل ايه بقى؟ ايه؟ في حاجه ناقصه. الدريسنج. يلا. جاهز للخنقه؟ فاكر الشطه؟ ما قعدنا نكحها كنا بنموت. هفكرك بيها. هيبقى انا هعيد لك الذكريات تاني دلوقتي. بص كده الرز غلي وانت ما وطيتش عليه، ولو اتحرق دلوقتي ولا شط امك هتقول عليه. انا مالي؟ وانا اللي بعمل الرز؟ بص يا جدعان انا مش بعمل الرز، بس انا لازم انا اللي انقذ. بعمل رز اسما بس. انا اللي بنقذ الموقف. امي اللي عملته وعبد الله. بصي انا اللي بنقذ الموقف ازاي؟ الرز كان هيتحرق ويشد وانا اللي لحقته. مني مش عليا. يعني هم مش هيعرفوا يعملوا حاجه من غيري. انتوا بتبصوا كده ليه يا امي؟ عليه. ايه؟ انت كده. وانا كده. نفسك عارف. انا حذرت. لولايا الرز ده كان هيبوظ ويتحرق. يا الفترة ما اللي انت عامله ده بجد. لولايا. ادي المطبخ ما بقاش مطبخ بقى زريبه. هنا بقى عايزين السيليكون. البطرمانات دي كلها ليا بيه. كنت بعمل
بتعمل بالبرطمانات دي كلها ومعاها الدقه وايه ده؟ ديكور ديكور؟ احط سمنه وزيت وسكر. ايه؟ سمنه وزيت وسكر. مكعب زبده. بصوا يا شباب، طبعا انتوا كلكم عارفين الطريقه. هنحط 3 مكعبات زبده على السنه. ولا واحد؟ لا واحد بس. واحد برضه على السنه على فكره، واي رقم فردي. اي رقم فردي على السنه يا شباب. لا ده الحاجه اللي بتبقى على السنه بقى لها طعم كده حلو، بتبقى اكل مسكر. نحط زيت عشان ما تتحرقش. استنى اجيب لك الثوم. ده مش هيتحرق؟ لا. سمعت في كتاب قبل كده، في شفت مقوله قبل كده في كتاب ان الزبده بتتحط على النار بتتحرق. التركات دي بقى من عندي انا ليك، وهتطعمها وتخليها كده في حته تانيه. سمعت مقوله ان الثوم لما على الزبده بيتحرق، لازم زيت. لازم زيت بس انت مش هتلحق يعني، ده يا دوبك هيطلع ريحته. فمش ناقصين احنا زيت. سمعت مقوله بقى بتقول لك لما تيجي تحط الشطه لازم تلبس كمامه. الشطه اللي هي موسم الشطه. معلقه. انا عايز معلقه كبيره. لا كفايه، ما عشان كده انا حبيت ان انا احطها لك. ليه؟ انا كنت والله كنت انت ما كنتش موجود، كنت احط معلقه كبيره. لا دمار ودمار وريحتها بدات تطلع. ودي اكسري بقى سمها في ساعتها كده بالعسل على طول قبل الكاتشب. تعرفوا يا جماعه ان الشطه لما بتتعرض للحراره بتزيد حرقيه. معلقه عسل. عارفين ان العسل ما ينفعش يتعرض للحراره؟ لا زودي انا كنت حاطط ربع مع العلبه. لا معلقه بس كبيره. ربع العلبه. ربع العلبه. طعمها حلو، مش عارفه ايه الحاجات اللي هو بيعمله ده. دي هتطلع مسخه بقى. بص كده تعالى بص شوف الفوران اللي فيها ده. ده من العسل. ده مني. يا سلام بقى لو يديله سنه كده تطلع ريحته تاني. سكر بقى. بدأ يكرمل اهو. شامم مع الشطه. يا خبر ابيض في حته تانيه. بسم الله يا بركه، بسم الله. كتري على قد ما تقدري بقى. يا جمال الكاتشب ده لسه هيتثبت بقى، خلي بالك. يا جمال مش حلو على فكره. بتاعت المره اللي فاتت كانت بتقح اكتر من كده. والله بدأت الريحه تطلع. المره اللي فاتت كانت بتموتنا. دي مجرد كحه بس. ما عشان انت فرمتها، انما انا ريحتك وفرمتها. انا عايز اللي بتموت ده، عايز تحط شطه لحد ما كتير كده. طب والله تبقى حامي قوي. لا انا عايز اموت. عارف نوع السم؟ شطه. السمسم كده لسه في الاخر بقى لما تسبك شويه. حلوه كده. طب دوق بالله والله العظيم نار. تختلف يخرب بيت ذكائك. لا دي حراقه اكتر. ده غبي. عارف ليه حراقه اكتر ليه؟ عشان قريت في مقوله في كتاب السيليكون لا ان انا كنت بقلب الشطه بدي الاول، فدي شربت الشطه. ما دي اللي جابت الشطه اساسا، دي اللي شايله الشطه اساسا. شفت؟ بس كده استوت. شفتوا؟ لا انا فاهم كل حاجه بس مدكن مش دلوقتي. كده احنا نعمل ايه بقى؟ نستنى اما الفراخ تستوي. ممكن نديها رشه سمسم عشان تبقى جوه الصوص. شفت؟ قلت لك نحط شويه سمسم عشان يبقى الصوص ذات نفسه مسمسم. بس هو ده كل اللي عليه. لازم الصوص ذات نفسه يبقى مسمسم كده. بص شويه كده في سمسمه من جوه. فهمت انا بجيب مصطلحات منين؟ يبقى في سمسمه من جوه، معسل، سمسمه. دلوقتي احنا مستنيين البتاعه تتعمل و هي كده خلاص يعتبر الاكل جاهز. مستنيه بس الفراخ اسمها ايه دي؟ تتحمر. تشيكن وينجز تتحمر وتتشوي. عبد الله لم المطبخ ده بقى بجد. لا انا زعلان منك، ما تتكلميش معايا تاني. عندك حاسه السبعه كده وهي طايره. طب حسيت فضلك لم ده ما تجننيش انت الاثنين. تعالى بص والله العظيم نقى البصل ولا نقى البصل كله. بس بقى بلا بصل نعمل كده. بصوا يا اخواتي من غير كلام مقدمات كتير. اسمها ايه؟ تحفه اللهم بارك. تحفه اللهم بارك. مش كده؟ انجز بقى يلا. مش كده اسمها ايه؟ تحفه اللهم بارك. لا تحفه اللهم بارك. بتقولها بضحك كده، كل مره تيجي تقولها امك فاهمه.
انا كل اللي معترض على البصلايه اللي جوه الرز اقول لك انها جامد. لا طبعا. حكايه. احنا عمالين نسرق منها اصلا. يلا الرز هو ما فيهوش بصل، والبصل خلاص احنا كلناه. بس الرز ده بيبقى مطعم بالبصل. يعني كل معلقه رز الرز كده في حته بصلايه كده. طعمه كده حلو حلو. النبي يا امي ما في حلو غير ده. انا ما شفتش ده، ممكن اشوفه؟ طبق ناولني انا. ايه طبق ايه؟ انجز ناولني. واحنا يلا عبد الله زينا؟ مش لا هعتمد لازم نقول راينا بجد عشان هما بيثقوا في راينا. طبق ايه؟ مش انتوا بتثقوا في راينا بالذات؟ هات بقى، بتصلي بتعبدي ربنا كفايه نفاق. هات واحده هنا. وهات واحده لنا كمان. بلاش نفاق. بسم الله. وانا اقول رايي بصراحه في السلطه. انا ادي لبنتي الاول. الرز. يلا كلنا مع بعض. ثواني يلا طلع لك انت هدوق كمان. رايي ايه؟ هتدوق رايك ازاي؟ اقول رايي في الرز وفي السلطه بصراحه. طب بس مش مهم رايك انت، المهم راينا. رايكم بصراحه. يلا. يلا بسم الله بسم الله يلا استنى. يلا واحد، يلا 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 يلا. 3. الصوص يا بنتي يا امي اللي مش هيقول الحق يا رب يا رب يا رب والله اديله سهل. يلا ها. الصوص يا بنتي يا امي عامله اللي خطير. قلت مش هقول الحق هيجيلك تسلم ايدك يا امي. براحتك. تحفه بجد. تسلم ايديك يا امي. هي لازمة يا امي الف هنا يا روحي. تحفه اللهم بارك. في دي قلبك. بجد. دي فعلا تنزل في القلب. تحفه دلوقتي تحفه. جرب بص بقى احنا بنحب دوق بقى ايه. الرز يلا قول رايك. دوق الرز قبل ما اخلص. موضوع الرز والسلطه قريب بصراحه. لا حلو مش معجن، طعمه مسكر وفلافي. طعم رز. تسلم ايد اللي عمله. لا في كلمه جديده فلافي يعني يعني مفلفل. اصدقه. هو العظم بيتاكل؟ لا بص من حلاوتها اهو شفتوا؟ لا هي تحفه تحفه، والحرقيه اقل سيكه من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت عملنا كانت نار. عملنا كلنا بجد. الشطه اللهم بارك. السلطه بصراحه اتحاسب عليها قدام ربنا. طعمها تحفه. تعرفي انا مش من عشاق السلطه قوي ودي طعمها بجد والله، انا مش نار من عشاق ودمار. السلطه قوي، طعمها جميل قوي. بس ان حاسس ان انا نفسي في السلطه. اه خاطر الرحلة. عشان بقالي كتير ما يعني انا عملتهاش. مش من عشاقها، يعني انت كل مره بتعملي السلطه ما بتبينش ايدي عليها اصلا. تحفه. بس حاسس ان انا عايز اكل اللهم سلطه. بارك. بس انت برضو الشطه، انا على الرغم ان انا اللي حاطه قليل بجد، حاطه قليل وبرضو حراقه. بتاعتي كانت حراقه. المره اللي فاتت كانت احلى بس دي احلى. دي عيطتني برضو. الثانيه كنت بتاكلوا المعلقه. بس خلاف النظر الطعم بجد حكايه. لا داعي للشكر يا شباب، انا عارف ان انا مبدع شوف قد الدنيا، وقريت بقى ايه في كتاب قبل كده بيقول لكم اعملوا لايك. صناعه الاكل فن سعاده، والفكره انت مستويه مش نيه، مستويه كلها بجد. فانت الاكل عشان يطلع معاك طعمه حلو لازم انت تكون حالتك النفسيه حلوه. انت لو حالتك النفسيه وحشه الاكل هيتاثر ويطلع مش احسن حاجه. ايوه فعلا. فخليكم مبسوطين وانتوا بتعملوا الاكل. انبسطوا افرحوا بحب. لازم الاكل يتعمل بحب. عاوزوا تدونوا في قلوب كده انتوا بتعملوا الاكل، عاوزوا تدونوا في قلوب. قول له بحبك قول له بحبك. كلام ايجابي. قولوا كلام ايجابي، قولوا عشان حل النفسيه. كده. انت جناح امور وكنت انت جناح، انت فرخه كامله. بقول لكم احنا ناكل ونجي لكم. عامل لكم مفاجاه يا جدعان بعد الاكل. في ايه؟ طب عامل مفاجاه لكم تانية؟ مفاجاه كمان. حل بقى التحلايه التحلايه. التحلايه. ونجي لكم. ناكل ونعمل تحلايه. انت بتعمل فينا ايه؟ بعمل فيك ايه في ايه؟ هو جايب لنا ايه بجد؟ المفروض احنا مستنيين عبد الله عشان يعمل لنا التحليه. تحلايه. تحلايه. اسمها تحلايه يا جدعان. ورينا تحليه. الكوبايات دي منيش صح؟ ايه هي يلا اتفضلوا. هنشرب ايه كوبايه؟ هنشرب هوا؟ عصير سحري. سحري؟ شفاف صح؟ تشربوا خليك يعمل شفاف. كده تعمل ازاي؟ لا المفروض اشرب تخليك شفاف. وتخيل انت الطعم. اهو بص عارف انا اتوقع ايه واللي نفسي فيه؟ فيروز رمان. لا البتاع النسكافيه اللي في التلج ده اسمه ايه؟ ايس كوفي. ايس كوفي. اه هديكوا واحده ايس كوفي في الدنيا دلوقتي. برغوته كده وشنباته يا خراشي. بالكراميل ولا شوكولاته؟ بس لو كده كان عمله جوه. يمكن عامله في البتاع يمكن عامله عينه. مش عارفه. حط في الفريزر يسقع. يمكن كان مخبيه. هيحطه في شفشة مثلا. المشكله ان مش راضي يقول هو جايب ايه. ده بيجيب اطباق. هيجيب لنا كيك. احنا ليه عمالين نخمن قوي كده؟ هيجيب لنا كيك. ممكن يكون حاجه مشروب مع كيك صح؟ ايوه تحليه. احنا النهارده عمالين نحلم جامد قوي. ايه ده يلا سوس.
عرقسوس مسا وخميس يا واحنا عمالين عرقسوس مسا نتخيل ايس وخميس. كوفي بالكراميل ولا بالشوكولاته. بالعرقسوس. عماله اقول ايس كوفي بشنباته. لا ده هو برضه بيعمل كده رغوة. لا ده كيك بالشوكولاته، لا ده كيك ومعاه مشروب. انت بتعمل فينا كده ليه؟ اصبري بقى ده كيكو معاه رقصوص، اصبري. اكادوا مش من ده مش ده مش ده. فرد الجمال نونا نونا. فرد الجمال ازول. قولوا له لا اخضر. بصي هو انا صبيت بس مش عامل الرغاوي اللي انا محتاجها اللي فوق تاني ازاي الرصاص لحد ما اخضر؟ نقعد نعمل لحد ما يبقى نص رغاوي. ده اخضر. ما هو دي النقطة اللي انا قعدت ادور عليها اعرف ليه بقى اخضر، ما اعرفش. انا عارف الرصاص بقى لونه عملت أسود فيه ايه؟ محور محور؟ لونه محمر كده عملت فيه مش ايه؟ عارف. بجد عملت حطيت ايه؟ اكادوا من حطيت ايه؟ جمال. حطيت ايه؟ حطيت كيس العرقسوس وكيس ماتشا وحطيت كان في كيس بتاع ابيض جوه اه كربونات. ولقيته لونه فاتح. في علبه قطر في التلاجة في الوان فقلت اما احط لون فوق. ده لون طعام اسود لون او طعام. ازرق حاجه زي كده او اخضر. لا كان عندنا جوه مفيش اسود، عندنا ازرق واخضر. حطيت لا نقطه واسود. حطيت نقطه ونقطه. ما شفتش الاسود ده بصراحه، كنت شفت كنت حطيت. كادوا من ما هو لون الطعام الاسود لو اتحط على ده مش هيديك اسود. لازم يبقى لون عرقسوس. ده يوم ما يفكر يفتكس لنا تحفه. واحنا قاعدين اهم حاجه نخمن. ما تبصوش وما تركزوش على اللون، سنة ركزوا يا على امي الطعم. سنة ركزوا على الطعم. اشربي واحكمي معلش. ده هيضيع الاكله اللي كلناها الحلوه. كادوا من تعرف تعملوا الحركه دي؟ مش اي حد يعرف يعمل كده يا جدعان عشان تعرفوا. طب بص استنى أنا كنت اعملها. شغال بتاع الرصاص استنى كده. بس استنى اعملها سرسوب رفيع وانا هجيب لك المايك. يا غبي ما في كوبايه اهي فاضله. انا ما بحبش الرصوص. ده هيجرب فينا. انا ما بحبش الرصوص اصلا. يرحمكم الله. يبقى يجرب فينا. استنى بسرسوب سرسوب رفيع. رفيع. حاضر حاضر. اه يلا. حلوه القفله. حد ما حملش. حطها عندي. تشيرز. تصدق بالله لا 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 انا خايفه اشرب. وانا انت متاكد ان ده عرقسوس؟ هو مشبر. تحفه اللهم بارك. هو ساقع. هو اللهم طب بارك. جوه احكمي احكمي كده ودوقي. بسم الله. اسمع ايه؟ دوقي. احكمي احكمي. احكمي ريحته عرقسوس. يلا احكمي يا امي قبل بسم ما الله. تدوقي. ما انا خايفه نضيع. دوقي دوقي انا مش شايف. تعالى عشان اصب بس. تصب في دماغي. دي متعلقه بس ناشفه وجعاني. ايدك ناشفه ووجعك. يلا دوقي. بسم الله. متاكد ان هندوق؟ دوقي. مش مطمئن. افتح بقك واقعد له انا في كده. مش مطمئن والله. انت مش مطمئن. انت لسه عامل لنا اكله جميله ولذيذه دوقي. وقلنا تحفه اللهم بارك. تحفة اللهم بجد بارك كانت برضه. تحفه. تحفه تحفه اللهم بارك. فما ليه تبوظ ليه زي ما تقولش لحد دلوقتي. بتعذبنا؟ انا دوت هو اللي دوت اللغاوي. اللغاوي. دورك دورك يلا. طعمها ايه؟ اللغاوي طعمها ايه؟ تحفه اللهم بارك. ها؟ اشرب كده. ايوه كده. يلا. تحفه اللهم بارك. متاكد؟ هتدوقي ولا صب؟ ها؟ هتدوقي ولا صب؟ لا هدوق. بسم الله. هدوق. دوقي انا بتعجل بس نفسي ايدي وجعني قلت لك. المشكله ان طعم الاكل كان تحفه. ليه بقى نضيع طعم بسم الاكل؟ الله الرحمن الرحيم. بسم الله. انا ماليش خلق. شرب. شمي كده. تحفه اللهم بارك. بذمة محدش امك شهاده تحاسبي عليها يوم يشرب الدين. منه تاني. احكمي. قصدك بقى ما بحبش العرقسوس. ولا انا. شهاده تحاسبي عليها يوم انتوا عاملينه الدين. ليه؟ طب انتوا ما بتحبوش. شهاده تحاسبي عليها يوم الدين. والمشكله ان احنا اللي بنحبه ما انا عامله عشان امك بتحب. بس انا وانت بنحبه بطريقتي المفروض. مش دوقي بطريقته. واحكمي. انتوا احنا بنصلي انا على ربنا. دقت عارف ربنا. انا غلطانه ان انا وثقت فيه وقلت لكم استنوا في تحليه. والله بجد كنا قفلنا الفيديو بكرامتنا واحنا واكلين اكله لذيذه وجميله ولطيفه. من فضلكم بعد اللي جرالي ده انا استحق بقى لايكات كتير. ليه؟ دول علامة تعويض. دول علامة تعويض نجاح. بجد. انا حبيت ان انا افرح امي عشان خاطر انا عارف ان هي بتحب العرقسوس. طب انا بالله واحد ما عليك. بحبش العرقسوس اصلا ولا اعرف يعني ايه عرقسوس ولا اعرف بيتعمل ازاي، ودي اول مره في حياتي اعمل عرقسوس فانا جربت سلم اني اعمله إيدك يا عشان حبيبي. خاطرها. فدي جزاتي. سلم ايدك يا جزاتي ان حبيبي. انا اعمل لها حاجه عشان خاطر انا بحبها فهي تبدا بتحاسبن عليا كده. انا بقول لك حسبي الله تسلم ونعم- ايدك. حسبي الله ونعم الوكيل.
انا ما اقدرش اقول اكتر من كده، وربنا على الظالم والمفتري. طب يقول لهم ايه في الاخر؟ نقول لهم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبتفوا على وشي لو قررت ان اعمل حاجه حلوه اليوم تاني. وبلاش حد يجدع ويروح يعمل لحد حاجه هو بيحبها بحب، عشان هتبقى دي النتيجه. بخضر. هيبقى دي النتيجه. هو يبقى انت وهو ولا انت وهي تخشوا تعملوا لابوكوا ولا لامكوا ولا لاخوكوا ويا ريت اخضر صريح حاجه بحب عشان هم بيحبوها، حتى لو انتوا ما بتحبوهاش، عشان هتبقى دي النتيجه. هتقعدوا يتنمروا عليكم كده ويحاسبونوا عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل يا شيخ، حسبي الله ونعم الوكيل. سلام.